السلام وبلا كثرة الكلام. يلا ندخلو دغيا في الفيلم. هذه قصة إيدي مورا، واحد الكاتب بيطالي وكسول عنده كونطرا باش يكتب كتاب، ولكن العكس قاهرة. عنده بلوكاج ديال الكتابة سيدي. واحد الغدا مع صاحبته ليند عطات ليه سوارتو ورجعاتهم ليه، وقطعت معاه العلاقة حيت طلعت ليه في الراس ما تتقدمش في حياته، خصوصا أنها هي ولات رئيسة التحرير في الخدمة ديالها، وهو تيتمشى في زنقة نيويورك نادم على حياته. إيدي غيتصادف نسيبو القديم فيرنون اللي ما شافوه هذه 9 سنين. فيرنون بدا يتحتاج معاه وعزمو على القهوة، بداو يهضروا على ميليسا اللي عايشة بواحد البلاصة بعيدة، وإيدي صرح ليه أنه باقي معطل بزاف في الكتاب ديالو. تما فيرنون اللي خدام مع شي شركة ديال الأدوية يعطيه واحد الحبة سرية جديدة باقي ما خرجتش في السوق، وقال ليه يجربها، وعاود عطاه لاكارت ديالو ومشى في حاله. إذا على طريقه في الدار قال ما كان ما يدار وخد الحبة الشفافة. وهو في الدروج ديال العمارة صادف مرت مول الدار، دارت ليه فضيحة بسبب الكرا اللي ما خلصوش والحالة المزرية ديالو ديال لابارتومون. ولكن بو بدا تيدخل ليه الراس وتفاعل حتى لاحظ واحد كتابة القانون في يديها وبدا تيهضر عليها في افتقاع للقانون. شويه بدا كيعاونها في البروجي ديال الدراسه ديالها، وسال هاد القصه بالجنس بطبيعه الحال. رجع للدار ديالو اللي كتشبه الزباله وبدا يشوف كل شيء بوضوح، نظم الدار كامله بسرعه البرق، مشى لجهاز الكمبيوتر ديالو وبدا يكتب. الحروف كانت كطير بحال مول الفورمولا 1. في الصباح التالي ناض هو راجع لوضعه الطبيعي، ولكن عنده مئات صفحات ديال الكتاب مطبوعه. مشى لعند رئيس التحرير اللي بقات كتشك فيه في الاول ولكن عجبها العمل. غير رجع للدار لقى ميساج ديال رئيس التحرير كتهضر بصوت متحمس، قالت ليه باللي قرات 40 صفحه وعجبها الحال بزاف. تما قرر يرجع عند فيرنور باش يزيد الادويه، ولكن تصدم، لقى فيرنور مضروب ومشوه وميت مسكين، والدار مقلوبه بحال شي سرقه. ايدي اللي كان مزروب وما عارف ما يدير نادى على البوليس، ولكن قبل ما يجيو قلب الدار تقلب على داك الكيس ديال الحبوب، لقاه مخبي في الفران مع كاشي ديال الفلوس وواحد الكناج ديال النماري ديال التليفون. شد الكنز ديالو وعلق من تما. ايدي غمشى للدار كلا حبه اخرى، بدا تيحس براسو طيار. في 4 ايام تعلم يعزف البيانو، يلعب البلاك جاك، يدير الرياضه، يتعلم اللغات، ولا مول المعرفه كيهضر في كل شيء وعلى كل شيء، خبره طور. تما سمعوا واحد مول البورصه وعطاه لاكارت ديالو. من بعد عيطوا ليه باش يحضر واحد الحفل ديال الناس اللي عايشين لا بيلا فيدا. تيبان لينا تيمشي تياخذ المازيراتي تيمشي مع البنات، بدا تيعجبو الحال، ولكن عرف راسو خصو الفلوس باش يعيش هذا الحلم. منين بدا كيدخل البورصه عرف باللي خاصو الكاش بسرعه، نزل لواحد القهوه وشافو مول القهوه اللي عرفوا على واحد الشفار روسي جنايدي. هاد الجنايدي عطاه 100,000 دولار، ولكن هدو الا ما رجعتيش ليا غادي نشربك. تما بدوك الفلوس يدي بدا كيتاجر بالاسهم وربح الملايين في البورصه. الناس بدات تتعرض عليه، تعيط عليه، الصحافه ولات تدير ليه لقاءات. حتى مول البورصه كيفين عرض عليه اجتماع مع الراجل الكبير كارل فان لون، وفي العشاء ليندي بقات مصدومه بايدي جديد، بحال شي واحد اللي مشى للحج ورجع. عجبها التغيير اللي دار ورجعوا كيف كانوا قبل. ولكن المشكل الغد ليه الجورنال بدا تهضر عليه، وراجل غريب لابس الباج بدا يتبعو. في الليل يدي بدا يتنوب، بدا يحس براسو بحال اللي كاينه شي حاجه خايبه غادا توقع ليه. في لقاك يدي غيتلاقى مع كارل فنون في الريستو، وغيبدا يضحك ويتفلسف، وقال ليه بالضحك السر ديالي هو واحد الدواء. بدا كيهضر على الافكار ديالو بحال شي بروفيسور في العلم ديال العقل. كارل عطاه واحد الملف وقال ليه شوف واش تفهم هادشي. يدي بدا في واحد النيفو ديال الفهم وقال ليه راه كاين صفقه ضخمه غادي تكون. كارل عجبو الحال وقال ليه موعدنا غدا. ولكن شنو وقع؟ يدي بدا كيتمشى في الشوارع ويضيع الوقت ديالو، وفجاه لقى راسو بحال بروسلي تيدير حركات كاراتيه على عصابه ديال الشمكاره في الترام. من بعد دخل البار، تعرف على ناس جداد، وسالات الحفله مع واحد الشقراء ما بقى فاهم والو في هذا الملف ديال الشركات وداك الشيء تيدوز بالزربه في راسو. ونسى الموعد مع كارلو، عيط ليه باش يعتذر، ولكن كيفين ضغط عليه باش يمشي للاجتماع. تما كارل بدا تيحكي على هانكاتود، واحد المنافس اللي طلع للساحه بحال بنادم فوق الجرار. وايدي شاف في التلفازه واحد جريمه قتل ديال ديك الشرقاء اللي كانت معاه في الفندق، وبدا كيتقيا حيت قال مع راسو ياك ما انا اللي درتها ونسيتش. من بعد بدا تيقلب على ناس اخرين كانوا خداو الدروغ معاه باش يعرف شنو كاين، ولكن كاع البيبان مسدوده. وفي مره واحده دار مكالمه، اكتشف داك الراجل بالمونطو البيج اللي كان تيقلب عليه، عرفو خرج جاري بحال بنادم اللي كيقلب على طاكسي في الشتا. رجع عند طريقته ميليسا، لقاها حتى هي ضيعه بحال اللي ساقط ليها الكونطرا ديال الحياه. قالت لي كنت حتى انا كناخذ لا دروغ، ولكن خرجت على حياتي وقنعتني من الخدمه ومن كل شيء. نصيحتي حبس الحبوب بشويه بشويه، حيت لو وقفتيهم فجاه غادي تموت. وخلاته وهي كتعرج. ما طولش الحال حتى طاح عليه جنايدي، بدا كيتكرفس عليه حيت شاف واحد الحبه طاحت منه، ناض شربها بحال شي زعبوط، وشاف راسو طالع للعالم ديال القوه العقليه.
خلي ايدي في حاله، ولكن مع تهديد فلوسك ولا غيصبر. ايدي مريض وباقي فيه الحال دخل عند ليندا في المكتب وقال لها القصه كامله، وحتى فين مخبي الخزينه ديال الحبوب ديالو في الدار. ليندا معصبه ولكن خايفه عليه، مشات لدارو وهزت الكيس، ولكن هي تتقلب على الطاكسي خرج لها الراجل بالمونطو البيج، جبد الموت وقتل جوج ديال الناس اللي بغاو يعاونوه. مشات كتهرب حتى خبات في سونترال بارك وعيطات لايدي اللي قال لها اجي نكونوا واقعيين، خذي حبه وهزي راسك. خداتها وبالعقل خدام بحال شي شطرنج، ضربات داك الراجل وهربات. في الصباح ليندا مشات في حالها وقالت ليه ما بغيتش ندخل معك في هاد الطريق، ولكن ايدي بدا كياخذ الحبوب حيت باغي يخرج من هاد المحنه. تما بدا ايدي كيدير الحركات ديال جيمس بوند. شنو دار؟ جاب جوج ديال الحراس الشخصيين وبدا كيلبس كوستيمات مفصله فيها جيوب سريه تحط فيها الحبوب، وقلب على واحد كيميائي باش يلقى ليه الوصفه ديال لا دروك. السيد كان تالف ودابا ولا بحال الروبو. في واحد العشاء مع رجل الاعمال ايدي شاف بوليسي اللي كان كيتابعو في القضيه ديال الموت ديال فيرنون. البوليسي حط ليه تصويره في الجورنال وهو خارج من الفندق ديال الجريمه، ولكن ايدي اللي ولا عنده محامي ديال المال قال ليه ما تخاف من حتى حاجه. قال ليه الا خلصتيني حتى القاتل يقدر يخرج بريء. الصفقه ديال هانك اتود بقرابه تسالي وايدي داير خدمته، ولكن المشكل البيت في الفندق ديالو تسرق. خرج من الزنقه لقى داك الروسي جنايدي مستنيه، قال ليه سيدي بقيت 20 حبه دابا ولا غنخسرك تيضحكوا بك العاديين. يدي اللي كان عارف راسو غيدخل الفلوس من بعد الصفقه قال مع راسو صافي الفلوس غادي تحل كلشي. ولكن طراو مشاكل جداد. كارل باين معصب حيت الصفقه واقفه. هانك اتود مشى للسبيطار، مشاو عند مراتو اللي قالت لهم راه هو في غيبوبه خصو يبرى باش نكملوا الصفقه. ولكن ايدي شاف الشيفور ديال المدام ولقاه هو الراجل ديال المونطوبيج. تما فهم كل شيء، حتى من هانك اتود كانت ياخذ لا دروب وهي اللي داتو للغيبوبه. عاد ايدي فهم راسو وسط فيلم هوليوودي ديال الحبوب. البوليس شدوه لواحد الاستنطاق ولكن المحامي ديالو خرجوا بحال اللي قال ليه. من بعد ايدي لقى راسو في واحد المشهد اللي كيسطي العقل. صندوق وصل ليه فيه اليدين ديال الحراس ديالو مقطوعين، وجنايدي جا لعنده هو الروس وبدا كيتكرفسوا على الباب ديال الفندق باش يدخلوا ليه. ايدي وقف في البالكون وقال مع راسو ايش هي هذه النهايه ديالي. في ديك اللحظه هبطات عليه واحد الفكره، بقات ليه حبه واحده مخبيه في واحد البلاصه. بدا كيقلب عليها بحال الهبيل. جان ديال المسخوط كان بدا تيخلط الحبه ديالو في البرق وتيحقنها في راسو باش يولي السوبرمان. ولكن ايدي ما فقدش الامل، بدا كيقلب على طريقه باش يحيدو من الطريق. واش غيخرج منها سليم ولا غيدي يسالي الفيلم على طريقه جيم اوفر. ما خلاش الخوف يسيطر عليه، عاود ما يهرب جبد الافكار ديالو. شنو دار؟ يستعمل الذكاء ديالو باش يقلب الطاوله على الروسي. وسط المعركه ايدي دار واحد الحركه مجنونه، شاف الدم ديال الجنايد اللي وقع في الارض وفيه لا دروغ وبدا تيسرط فيه. هي بحال شي دراكولا ديال الحومه. وبهذه الحركه العجيبه يدي ولا خارق مره اخرى ودار فيهم ما بغى. قتل جنايدي وصحابه بطريقه كتحس بحال شي فيلم ديال مارفل ولكن بميزانيه صغيره. من بعد هذا المشهد يدي بدا كيجمع شتات حياته، رجع دار صفقه مع الكيميائي باش يصنع نسخته الخاصه من الانزيمتي، حيت فهم بلي خاص يكون هو المتحكم الوحيد. وفعلا في ظرف 6 شهور ولا اقوى واذكى من اي وقت مضى. نسى ديك الازمه كلها. وفي النهايه يدي دخل البوليتيك. علاش؟ حيت السياسه هي الساحه اللي كيحتاجوا فيها الذكاء والدهاء. واحد النهار كان فالون جا عنده باش يحدو وطلب منه يبقى تحت رحمته، ولكن ايدي اللي كان مخطط لكل شيء كشف لي انه ما بقاش ياخذ الحبه العجيبه ولا انديبوندون ويقدر يعيش بلا بها. وقال ليه انا ندير السياسه وانت بقى في فلوسك، وانا اصلا سبق وسديت عليك الابواب ديالها كاملين. السلام عليكم. اللقطه الاخيره ايدي جالس في واحد القهوه مع ليندا اللي رجعت ليه، ولكن هذه المره بشروط. لا حبه لا مخدرات، غير القلب الصافي. ولكن واش فعلا ايدي غادي يبقى هادي ولا باقي مخبي شي حاجه؟ شكرا على المتابعه. الى عجبتكم الفيديو ديروا لايك واشتراك، ولا ما عجبتكمش الفيديو شكرا راكم وصلتوا حتى الاخر.